نرحب بكم ونرحب بكم أنتم كذلك في هذا المعهد المبارك. طبعا نتقدم بالشكر لكل من شارك من قريب أو من بعيد في هذا النوع من النشاط، لأنه يتكلم ويتحدث عن قضية مصيرية، قضية الأمة الأولى في سلم الأولويات. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإخوة الحضور، لا يشك أحد في مركزية قضية فلسطين والأقصى في سلم أولوية اهتمامات الشعوب الإسلامية والعربية، بل وكل الشعوب المنادية بالحرية وحقوق الإنسان. فقضية اغتصاب فلسطين تعتبر وصمة عار في جميع الحضارة الغربية، حضارة تنادي بالحرية وتصمد على استعباد شعب وأرض، وحضارة تنادي بحقوق الإنسان وتتسلى عن مشاهدة المجازر الدموية التي ترتكب في حق الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية جهارا نهارا ويعقود عديدا. وسؤالنا اليوم الذي من أجله استضفنا الدكتور جميل بن سلامة أمين سر هيئة الوفاق الفلسطيني، سؤالنا الذي استضفناه للإجابة عنه. طبعا الدكتور هو معروف باهتماماته بالتجارب المغربية، مثلا مجال العدالة الانتقالية ومجالات كثيرة، يعني راقت التجارب المغربية، راقت الدول الشقيقة. طبعا هذا السؤال الذي نريد من الدكتور الإجابة عنه طالما تبادر لذهن الكثيرين حول ماذا يقدم المغرب لفلسطين من جهة، وما مستوى العلاقات وطبيعتها بين الطرفين، وأيضا سؤال وجداني يبقى: ما هو المغرب بالنسبة للفلسطينيين؟ كلنا يعلم بوجود حرس المغاربة ووجود أوقاف للمغرب بالأراضي المقدسية، فهل يا ترى يرتفع مستوى العلاقات إلى ما تتطلبه وجود مثل هذه الترابطات التاريخية والدينية والدموية؟ وهل أثر التنازع الفلسطيني الداخلي بين حركتي حماس وفتح على جدوى الدعم الخارجي وأضعف موقف الداعمين؟ وإلى أي حد كان المغرب وهو متأسس كما نعلم للجنة القدس المنتفعة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى أي حد كان دور المغرب فعالا في دعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته في ظل ما نعرفه من تهجير مباشر وغير مباشر للهوائي المقدسية التي تسكن في محيط الحرب؟ وما المطلوب من المغرب فعلا بصفته الآن عضوا مؤقتا في مجلس الأمن كما نعلم؟ ما المطلوب منه أكثر من تنديد وفضح الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب والأرض والتاريخ الفلسطيني؟ كما يهمنا أيضا معرفة إلى أين وصل مسلسل المصالحة الداخلية الفلسطينية، وهل نحن أمام عهد جديد خصوصا مع ما نعلم من تغير لأهم نظام دائم للمصالحة الفلسطينية وهو نظام الجمهورية العربية المصرية؟ طبعا للإجابة على كل هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى نترك الكلمة للدكتور
الوفاق الفلسطيني والمعلومات أن هذه الهيئة أنشئت